لو حد عنده طفل عنده انيميا لازم يعمل قنبلة الفيتامينات اللي انا هعملها لكم النهاردة. هنعمل مع بعض المفتقة، وهي اجمل وقت ليها دلوقتي الشتاء، بتبقى جميلة وطعمها حلو جدا. هنجيب طاسة ونحط فيها معلقتين كبار من الشمر ومعلقتين من اليانسون. هنطحنهم كويس جدا بعد ما حمصناهم، وبعدين هنحطهم نصفيهم. هحط عليهم معلقتين كبار من الكركم واربع معالق كبار من المغات اللي بيتباع عند العطار من غير اي اضافات. هجيب حلة واحط فيها 4 كيلو من العسل، انا واخده بس 200 جرام من ال4 كيلو دول. هحط عليهم كوبايتين من الحلبة المطحونة، والحلبة دي غسلتها وحمصتها وطحنتها طحن ناعم عند العطار. وغسلتها ليه وحمصتها ليه هقول لكم في الاخر. هنقلبهم بقى كده، وبعد ما نخلتهم كل كوبايه من دول طلعت لي معلقه كده خشنه ركنتها على جنب. هجيب بقى دلوقتي المكسرات، كوبايتين من السوداني وكوبايتين من السمسم. هحمص كده السوداني الاول وبعدين هضيف السمسم عليه علشان احمصه هو كمان، بس تحميصه خفيفه كده. على عين بوتاجاز تانية جبت حلة احط فيها كوباية ونص من الزيت، عليها كوباية ونص من الدقيق، وبعد كده هشغل النار بتاعتي كأني بعمل بشاميل كده. هقلبهم على النار لحد ما تظهر كده فقاقيع كتير قوي قوي، والدقيق بتاعي يبدأ يتحمر وياخد لون. هبدأ احط ايه، هحط المكسرات على الخليط بتاع الدقيق والزيت وهقلب كويس قوي. وبعدين هنحط بقى البهارات بتاعتنا اللي احنا كنا محضرينها في الاول. البهارات دي على فكرة اسمها محوجة او قرطاس المفتقة. ضفته بقى كده وقلبته حطيتهم على العسل بتاعي. رفعنا العسل على النار طبعا، وهنبدأ نعلي كده ونقلب. في الاول كده هيبدأ فوران وغليان ويرتفع. هنوطي بقى النار خالص لحد ما تستوي، هتاخد معانا حوالي نص ساعة. هحط في الاخر خالص قبل ما تستوي ب5 دقايق معلقة صغيرة من ملح الليمون.